واصل أهالي مقاطعة قامشلو فعالية خيمة الاعتصام في يومها الثاني تضامنا مع الحملة العالمية الحرية لعبد الله أوجلان الحل السياسي للقضية الكردية، وذلك أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة المختصة بشؤون اللاجئين بمدينة قامشلو. وخلال الفعالية أعرب مشاركون عن رفضهم واستنكارهم للعزلة المشددة على القائد أبو، كما أكدوا تضامنهم مع الحملة الدولية لحرية القائد عبد الله أوجلان، كما ناشدوا الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها حيال العزلة المفروضة بحق القائد. باسم العشائر العربية في ناحية الكوشر ندين ونستنكر العزلة المفروضة على القائد الأممي عبد الله أوجلان. ولا حياة بدون القائد. جئنا لليوم الثاني على التوالي على خيمة الاعتصام أمام مبنى الأمم المتحدة مطالبين بالعزلة الإنسانية على القائد الأممي عبد الله أوجلان، ونقول لهم لن تنالوا من شعب طالب بالحرية، شعبا سار على نهج وفلسفة القائد الأممي عبد الله أوجلان. سنظل مستمرين أن لحتى تنالوا حرية القائد الأممي عبد الله أوجلان. نحن على طريق رسمه لنا القائد، نحن على فلسفة نسير عليها. نحن كجميع المكونات في شمال وشرق سوريا سرنا على هذا المشروع، كونه مشروعا أمما ديمقراطية يمثل كافة المكونات. اليوم جايين حملة تحت الخيمة العز والكرامة مشان مناشدة أنه نناشد الأمم المتحدة والمنظمات العالمية الإنسانية على قائدنا العظيم الفيلسوف. اليوم جايين باسم أولادنا، باسم رجالنا، باسم أطفالنا، باسم شيوخنا، باسم أولادنا اللي يحاربون جبهات القتال. جايين اليوم نناشد اليوم ضد العزلة والتجريد على القائد. نريد حرية قائدنا مثل أي شعب من الشعوب العالم، نعيش حياة حرة سعيدة سليمة. احنا اليوم مؤمنين بفكر فلسفة القائد عبد الله أوجلان.